طيب مسك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى يا جماعة نشوفوا العظمة دي عملناها ازاي. حاجة كده تحفة وتفتح النفس، ولا القرنين الشطة اللي على وشها دي حاجة كده عسل. ما انتوا شايفين كده معايا 4 سمكات ماكريل يا جماعة. مسكتهم نضفتهم وخليتهم بفتة بيضة زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت الراس. وهبدأ بقى اقطعهم جزل بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. قطعي قطعي يا حاجة. بعد ما قطعتهم كده غسلتهم وشلت المعدة بتاعتهم وخليتهم بفتة بيضة. وبعد كده جبت عصرة ليمونة، عصرتها عليهم وشوية قرفة. القرفة دي يا جماعة بتضيع ريحة زفارة السمك بطريقة فظيعة فظيعة بصراحة في إزالة الزفارة بتاعت السمك. وبعد كده هرش لها شوية ملح، واحط لها بقى يا جماعة، والسر الخطير في تنظيف السمك هو شوية دقيق. شوية دقيق يعني بتاع 3 4 معالق دقيق كده. ايوه كده. سيبهم بقى يا جماعة يتنقعوا شوية كده في الدقيق والملح والقرفة، ده هيخلوهم بصوا عسل. وشوية الليمون. حط لهم بقى شوية مية كده بساط بس كده. يلا اركنيهم على جنب بقى ونبدأ نشوفوا هنعمله ايه تاني. ايوه كده. هن- هدعكهم بس شوية كده يا جماعة. بصوا انا خليتهم بفتة بيضة بوريكم اهو. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شوية سمك مكريل والله كان طعمهم زي السكر. تعالوا بقى نجيبوا بصلتين كده ونقطعهم حتت صغيرة. البصلاية دي يا جماعة بصلاية كبيرة، هنقطعوها حتت صغيرة، هنحتاجوها للطاجن وهنحتاجوها للرز الصيادية. قطعت كمان شوية فلفل ألوان، فلفل أخضر وفلفل أصفر وفلفل أحمر. قطعتهم حتت صغيرة بالطريقة دي. تعالي بقى تجيبي حلة المحترمة بتاعتك وتنزلي بشوية زيت فيها. ايوه كده. عايزاكي بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند المقطع ده يا ريت تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو تشجعيني فيه، وهعمل لك شويه رز صياديه هيتاكلوا حف والله العظيم. حاجه كده عسل. نزلت بشويه زيت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا حبايب قلبي. وبعد كده نزلت بمعلقه سكر، وما تستغربيش بمعلقه السكر في الرز الصياديه. بتخلي لونه ذهبي، لونه زي السكر، وبتخلي طعمه مسكر، وبتخليكي تاكليه حف والله العظيم. يعني ممكن ما تحتاجيش السمك كمان. اعملي بس التجربة اعملي الرز بالطريقة بتاعتي ديت هيعجبك بإذن الرحمن. هسيبه يا بنات يتكرمل معايا كده، واول ما يوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هو لسه شوية. ايوه كده بدأ يوصل. اوعي تحرقي السكر عشان هيديكي طعم ممرر في الرز. اللون الذهبي بيكفي قوي، يخلي لونه حلو وكمان يدي طعم مسكر للرز بتاعك. اول يا بنات ما يوصل للون المطلوب اللي هو اللون ده اللي انتوا شايفينه ده، هروح نازله بالبصلايه على طول. البصلايه دي هتوقف الكرمله بتاعه السكر، وخلاص كده مش هينحرق معاكي ولا اي حاجه. هسيب بقى الرز بتاعي يتشوح كده وياخد اللون الذهبي يا جماعه، مش المحروق الذهبي، البني. اللون البني مش محروق يا جماعه، مدي على ذهبي وبني في نفس الوقت. تعالوا بقى نحضروا الطاجن مع بعض. نزلت بشويه زيت في الطاجن بتاعي، وبعد كده بقى هنزل بشويه بصل. انا سبت شويه بصل يعني بتاع معلقه بصل كده، وشويه فلفل الوان صغيرين بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هتبداي بقى تشوحي في البصلايه، وهتجيبي بقى فصين توم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وقطعي بقى حتت صغيره على قد ما تقدري. ايوه كده. ما تخافيش، الطاجن مش هيجراله حاجه على النار، مفيش اي مشكله. شوحناه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. عسل كده. وايدي برضو في البصلايه، يعني ايد في الطاجن وايد في البصلايه كده تخلصي اكلك بسرعه. بعد ما البصلايه بتاعتي خدت اللون المطلوب بالطريقه اللي شايفينها دي، هبدا انزل بالفلفل الالوان اللي متقطع حتت صغيره. اديله تشويحه حلوه كده. تمام. خلاص كده يا بنات وصل للون المطلوب، وشوحت البصل مع الفلفل الالوان كويس جدا. هبدا انزل بمكعب الماجي وورقتين لوري. تمام كده. يلا يا ست الكل بقى حطي لي لايك كده واكتبي لي كومنت حلو تشجعيني عشان انزل لكم فيديوهات احلى واحلى. عطيت له التشويحه التمام كده هو وورق اللوري ومكعب الماجي. هنزل بالميه بتاعتي، وبعد كده هرش رشه بابريكا وبهارات 7 وشويه قرفه بساط خالص يا بنات. شويه قرفه صغيرين بيدوا نكهه وطعم، وبيعلي التست بتاع الرز بتاعك، بيخليه تحفه.
وشوية كركم بتاع ربع معلقة، يعني ربع معلقة كركم، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة بهارات سبعة، ربع معلقة قرفة. تمام كده. وحطيت لها شوية شطة، ودي على حسب الرغبة، شطة حراقة يا بنات. ايوه كده. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا. خلاص كده البصل بتاعي اتشوح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هبدأ انزل بالطماطم بتاعتي، وهسيبها بقى احط لها شوية بابريكا، شوية بهارات سبعة، وسنة كركم، حاجات بسيطة كده مش كتير يا جماعة. واحط شوية شطة برضو على حسب الرغبة، شطة حراقة يا جماعة. واحط بقى ايه ربع معلقة كمون، وشوية الملح بتوعي. تمام كده. يلا بقى هقلبها التقليبة التمام، واسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده. تعالوا بقى يا بنات نعملوا شوية الايه السمك. هنمسكوا السمك هنحطه في دقيق عادي خالص من غير اي حاجة، هنحمروه بس يا بنات. انا كده بدرته بالدقيق، وبعد كده نزلت بيه احمره بالطريقه اللي شايفينها. جربي تقطيعة السمك دي، بتخليه شكله حلو وطعمه خطير بصراحه. انا كنت بفتحه على طول من البطن، بس بقى ايه بصراحه شفت الطريقه دي عجبتني، وقلت بقى هيبقى شكلها حلو في الطاجن. قطعتها بالطريقه اللي شايفينها ديت، ونضفتها يعني ما بتاخدش في ايدك ثواني. تعالوا بقى نشوفوا بعد ما حمرنا السمك وخلينا اللون الحلو ده، هشيل بقى واحط في الطاجن على طول بعد ما اتسبكت معايا الطماطم. تمام كده. رصوه بقى جنب بعضه كده يا بنات بالطريقه اللي شايفينها ديت. عسل عسل عسل. يلا بقى لايكم بقى وكده وشيركم، وعايزاكم تجربوا الوصفه دي، ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. هنحط بقى قرنين شطه ودومت على حسب الرغبه، شكلهم وريحتهم بيفتحوا النفس يا بنات. ايوه يا سيدي، يا سيدي على الجمال والله. بصوا بقى الطاجن وحلاوته وطعمته، حاجه كده وهم يا بنات. جربوا ان شاء الله هيعجبكم. وتعالوا بقى شوفوا رز الصيادية مفرفر ولا لونه خطير. تعالوا بقى نغرفه مع بعض. تعالوا بصوا بعد ما غرفنا، تعالوا بقى شوفوا بقى السمكة وبياضها من جوه، قشطة قشطة بيضة دقيق يا بنات، والقرفة مخليينها عسل ولا ريحتها خطيرة. شوفوا بقى لون الرز شوية الرز دمت يتاكلوا حافية يا بنات والله العظيم، مع شوية السلطة دمت، وبلاش سمك خالص. بقى بصوا السر بقى في قرنين الشطة المتحمرين دمت يا بنات، واخدين من ريحة السمك ونكهته في الزيت. يلا بقى جربي يا ست الكل، واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن الرحمن. مع السلامة.